بيبتدي الفيلم بظهور مجموعة من الشباب سهرانين بالليل على البحر، وفيهم بنت اسمها سارة ومعاها صاحبتها باربرا، والشباب بيلعبوا وبيولعوا نار وبيشوفوا مين اللي هينط من فوق النار. وتاني يوم الصبح بيدخل المدرب بيصحيهم من النوم، وبنعرف انهم في معسكر صيفي بيجهزوا لمسابقة ركوب الزوارق، وبيطلب المدرب من شاب اسمه لورينزو المساعد بتاعه يشرح لهم طريقة ركوب المراكب ازاي مع حركة الرياح، لكن في نقطة بيقولها غلط وبتصلحها له سارة. وبعد ما اليوم ما بيخلص المدرب بيقول لهم يدخلوا يناموا، لكن سارة بتشوف ألعاب نارية في السماء وتسأل لورينزو عليها، فبيقول لها دي احتفالات نهاية الصيف وبتتعمل في الجزيرة كل سنة. وبتسأله سارة انت بتيجي هنا من امتى؟ فبيقول لها باجي من 4 سنين. وبتستغرب سارة ازاي بقالك 4 سنين بتيجي ومفيش ولا مرة رحت تشوف الاحتفالات دي؟ فبيروح واخدها من ايدها وماشي بيها قبل ما المدرب يشوفهم. وبيطلعوا من المعسكر عايزين يوصلوا للجزيرة، لكن طبعا مش بيعرفوا يوصلوا، وبيلاقوا مطعم فبيدخلوا يسألوا على مكان الاحتفال، فبيقول لهم صاحب المطعم ده في النص التاني من الجزيرة. وهنا بيقعدوا في المطعم وبيرقصوا مع بعض، وبعد كده بيرجعوا المعسكر، لكن وهم داخلين بيشوفهم المدرب. وتاني يوم في أثناء التدريب بتقع سارة من المركب بتاعها ورجلها بتوجعها، وبترجع أوضتها تحط عليها تلج. وبعدها لورينزو بيروح علشان يطمن عليها، وبعد كده بيخلص المعسكر وبيجهزوا علشان كل واحد يرجع لبيته. وبتطلب سارة من باربرا ما تقولش لمامتها على اللي حصل، وبيرجعوا كل واحد لبيته. وبتوصل مامة سارة للبيت، فبتروح سارة للمطبخ ترجع الطبق اللي كانت بتاكل فيه، لكن بتوقع الطبق وتقعد على الأرض ماسكة رجلها اللي كانت بتوجعها في المعسكر. وبتاخدها مامتها المستشفى، وبيوصل باباها من السفر على طول وبيروح لهم على هناك. وبتقول لهم الدكتورة إن حالة سارة في الضمور العضلي زادت، وبتطلع عندها مشكلة من زمان وبتتعالج. وبعد كده بتطلع سارة تتمشى لوحدها وهي زعلانة، وبتروح لباربرا وبتحكي لها على اللي حصل، وبتقول لها إنها قريب جدا مش هتقدر تمشي تاني. وفي الوقت ده بيبدأ لورينزو التدريب علشان المسابقة. وبعد ما بيخلص أول يوم في المدرسة بتطلع سارة وباربرا عشان يروحوا، لكن بتلاقي لورينزو مستنيها بره وبينادي عليها وبيسألها أخبارك إيه؟ فبتقول له تمام، وبيقول لها إنه اتصل بيها كتير وهي ما ردتش عليه خالص، فبتقول له إنها كانت مشغولة. وهنا بتوصل مامتها فبتسيبه سارة وبتروح تركب هي وباربرا، لكن والعربية ماشية بيحدف لورينزو موبايله من شباك باربرا وبيروح يتصل عليه، فبترد عليه سارة وبيطلب منها تقابله. وبالفعل بتروح سارة تقابله، وبياخدها لورينزو يفرجها على متحف كانت مامته بتوديه فيه وهو صغير، وبيدخلها قاعة وبيناموا على الأرض ويبصوا لفوق، فبيشوفوا سقف القاعة كأنه مفتوح والعصافير بتطير منه. وبعد كده وهم راجعين بيوصلها وبيسلم عليها قدام البيت وبيشوفهم باباها. وبتروح المدرسة وبتحكي لصاحبتها اللي بتسألها قلتيله على موضوع تعبك؟ فبتقول لها لأ، فبترد عليها باربرا وبتقول لها لازم تقوليله. وهنا بتتضايق سارة وبتسيبها وتمشي، وبتطلع من المدرسة تلاقي مامتها وباباها مستنيينها بالعربية. وبعد ما بتركب بيقولوا لها انهم رايحين المستشفى علشان الدكتورة هتدخلها مركز لإعادة التأهيل. وبالفعل بتروح سارة المركز وبتعمل تمارين مع الدكتورة، لكن للأسف بتحس بألم شديد. وبعدين بتروح تقابل لورينزو بعد ما بتخلص حفلة تقديمه في المسابقة، وبيجيله باباه ينادي عليه وبيقوله انه مروح، وبيسأله هتتأخر؟ فبيرد عليه لورينزو وبيقوله لأ. وبنلاحظ انه مش بيقول لسارة ان ده باباه، لكن بيقول لها انه عامل التصليح في النادي. وبتقعد سارة معاه على البحر وبيشيلها، لكن وهو بينزلها رجليها بتوجعها تاني. وبتروح التمرين وبتقول للدكتورة على اللي حصل، وبتفهم الدكتورة ان سارة بتسألها على صاحبها مش على رجلها، فبتقول لها اللي بيحبك هيقبلك زي ما انتي. وهنا بتقرر سارة انها تقول للورينزو على حالتها، لكن للأسف وهي راجعة بتلاقي العجلة بتاعته تحت البيت عندها، فبتطلع وتعرف ان باباها ومامتها حكوله على كل حاجة عن مرضها. وبتحاول سارة تفهمه انها كانت هتقوله، لكن لورينزو بيمشي وهو زعلان، وبيروح بيته وبيقول لعمته اللي حصل، وبيقول لها انه خايف لان باباه ما قدرش يتخطى موت مامته كل السنين دي. لكن عمته بتقوله ان باباه هو اللي اختار يعيش في الحزن والكآبة. وفجأة بيدخل باباه عليهم وبيقوله في بنت واقفة تحت مستنياه، وانها جت النادي وسألت عامل التصليح عنه فجابها هنا. ولورينزو بيحاول يعتذر له علشان قال عليه عامل مش باباه، لكن باباه بيقوله انزل لصاحبتك. وبينزل يتكلم مع سارة وبيتصالحوا، وبياخدها وبيروح ياخد مركب من واحد صاحب باباه ويقضوا اليوم مع بعض في كهف. وبترجع سارة بالليل البيت بتلاقي مامتها مستنياها، وبتقول لها ازاي تسيبي المدرسة وتتأخري لغاية دلوقتي من غير ما تقولي لنا انت كنتي فين. وتاني يوم بتقف سارة في الشارع تستنى لورينزو في الوقت اللي بيكون هو بيكمل تمرينه فيه وبيتأخر عليها، وبيغمى عليها وبينقلوها للمستشفى. وأول ما بيعرف لورينزو بيروح لها المستشفى،
لكن مامتها بتقابله وبتزعق فيه وبتقوله احنا مش فاهمناك حالتها، ابعد عنها بقى، هي مش ممكن تعيش حياة طبيعية زي أي بنت. وبعد كده وهي راجعة البيت بتلاقي باربرا مستنياها وجاية تصالحها، وبيطلعوا يقعدوا في أوضتها لوحدهم، وبتحكي لها سارة كل اللي حصل بينهم. وبيفضل لورينزو يرن على الموبايل لكن هي مش بترد عليه. وبتروح سارة مركز التأهيل تكمل تدريبها، لكن بتعرف إن البنت الصغيرة اللي معاها ماتت فجأة ونفسيتها بتتعب جدا. وفي نفس الوقت لورينزو بيروح يدور على صاحبه اللي معاه في المسابقة، لكن بيلاقيه في حفلة وشارب وحالته وحشة جدا. وبيقعد مع المدرب بتاعه علشان يشوفوا هيعملوا ايه، لكن المدرب بيقوله هنشوف لك واحد تاني يطلع معاك المسابقة. لكن لورينزو بيحاول يقنعه يستنى صاحبه لما يخف. وهنا بيكلموا المدرب بطريقة وحشة جدا، وبيقوله انت واحد فقير وما تقدرش تشتري حتى سترة النجاة، ولولايا انا ما كنتش هتبقى هنا. فبعدها لورينزو بيدخل وياخد شنطته وبيلم حاجته من النادي. وفي الوقت ده بيرن موبايله وبنشوف سارة مع مامتها في محل هدوم، وبتدخل سارة تجرب فستان. ولما بتفتح البروفا بتلاقي لورينزو واقف قدامها، وبتطلع مامتها هي اللي كلمته علشان يرجع تاني يشوف سارة بعد ما لقيت حالتها النفسية تعبانة من بعد البنت اللي ماتت. وبتعزمه مامتها على الغدا عندهم في البيت، وبيروح يشتري ورد ويروح لهم. وبعد الغدا بيطلع ورقة إعلان عن مسابقة الزوارق اللي تبع نادي صاحب باباه اللي أجر منه المركب قبل كده، وبيحاول يقنع سارة إنها تكون البديل بتاع صاحبه ويروحوا المسابقة سوا. لكن سارة بتقلق علشان حالتها، وبتروح تسأل باربرا اللي بتشجعها وبتقول لها انت خدتي جوايز كتير قبل كده ودي مسابقة صغيرة جدا بالنسبة لك. وبتروح سارة مع مامتها وباباها للدكتورة اللي متابعة حالتها، وبيسألوها ينفع سارة تشترك في المسابقة، لكن الدكتورة بتقول لهم هيبقى فيه أضرار عليها. وبيسألها باباها ايه هي الأضرار، فبتقوله الموضوع ده هيسرع في مرض سارة، لكن بتديهم موافقة طبية. وبيجي ميعاد المسابقة وبتروح سارة مع لورينزو مكان السباق، وبيشوفوا أول يوم التجهيزات وتاني يوم بيبدأ السباق. وأول ما بتركب سارة المركب بتكون خايفة، لكن لورينزو بيطمنها، وبالفعل بتتشجع وبتبدأ توجه المركب وتوصل للمركز الثالث. لكن وهي واقفة رجلها بتفلت وتقع في المية والمركب بتتقلب. وبعد كام شهر بيروح لورينزو يقابل باربرا صاحبة سارة اللي بتديله علبة صغيرة، وبياخدها وبيروح على المتحف اللي كان أخد فيه سارة قبل كده. وبيدخل على قاعة وبيفتح العلبة وبيطلع منها سلسلة سارة وبيلبسها وبينام على الأرض وبيبص على السقف، فبيشوف الطيور كلها بتطير. وبكده يكون خلص ملخص فيلمنا النهاردة. استنونا في ملخص فيلم جديد كل يوم الساعة 8 مساء، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. نتقابل في فيديو جديد، سلام.